هنتكلم النهاردة عن الفنانة نورة. نورة دي كانت مطربة في الكويت، وكانت معروفة جدا في فترة التسعينات، معروفة انها بتحيي الافراح الشعبية، وكان ليها فرقة هي بتغني والفرقة بتعزف وراها. ونورة كانت مشهورة في الفترة دي جدا، ولكن مرة واحدة قررت نورة الاعتزال هي وفرقتها، والناس كلهم كانوا مستغربين ايه اللي يخليها تعتزل في الفترة دي، خصوصا ان الفترة دي كانت في قمة مجدها، وكانوا مستغربين من انها اعتزلت مرة واحدة. عشان كده بدأت الناس تطلع اشاعات، وكل واحد بيقول كلمة غير التاني، وكان الوسيلة الوحيدة ان احنا نعرف الحقيقة هو ان حد يقدر يوصل لنورة ويعرف منها القصة الحقيقية وراء اعتزالها، لحد ما جه صحفي وقدر ان هو يقنع نورة من انها تعمل معاه لقاء صحفي من خلال صوتها بس، تقول فيه سبب اعتزالها والقصة الحقيقية وراء اعتزالها. ونورة وافقت، ولكن طلبت منه ان هو ما يطلعش صورتها، وانه ما يعدلش اي حاجة على اللي هتقوله، وقالت له لو هو هيستحمل القصة الحقيقية والنواتج اللي هتيجي عليها هي هتحكي له. فهو وافق وقال لها ان هو مستحمل النتيجة ايا كانت. وبدأت نورة تحكي القصة الحقيقية لقصة اعتزالها. فبيقول الصحفي ان اول لما راح لنورة فتحت ليه الخدامة الباب، وبيقول اول ما دخل لقى ان البخور معبي في الشقة معبي، وقال ان اول ما دخل لقى ريحة البخور معبية الشقة، والخادمة شاورت له على أوضة المكتب ان هو يقعد فيها، واول ما دخل لقى الآيات القرآنية متعلقة في كل ركن في الأوضة. ونورة قاعدة وكان باين عليها انها خست جدا، على عكس الصور او الحفلات اللي كانت بتظهر فيها. وبدأ ان هو يسأل نورة على سبب اعتزالها، ونورة ردت عليه قبل ما تتكلم وقالت له هل انت فعلا مصر انك تعرف القصة الحقيقية وهتستحمل اللي هيحصل بعدها؟ فالصحفي رد وقال لها ايوه، بس اهم حاجة تقولي الحقيقة. بيقال ان الصحفي ده بعد لما خلص اللقاء معاها وفرغ التسجيل الصوتي ونشر التقرير ده، الصحفي ده توفى بعدها بكام يوم. المهم بدأت نورة تحكي الحكاية، واللي هي بتقول نورة ان الحكاية كلها بدأت لما التليفون بتاعها رن، وردت لقت ان في ست عمالة تتحايل عليها وتقول لها انها عايزاها تيجي تحيي الفرح بتاعها بتاع بنتها هي وفرقتها. فنورة رفضت في الاول، وده لان اليوم ده كان هو يوم الاجازة بتاعتها هي وفرقتها. ولكن الست فضلت ان هي تصر على نورة ان هي تيجي تحيي الفرح هي وفرقتها، لان بنتها بتحبها جدا وهتنكسر خاطرها هي ووالدتها لو ما جاتش نورة وغنت في الفرح. فيعني من الاخر صعب على نورة، وقررت ان هي تروح تحيي الفرح ده وتغني فيه هي وفرقتها، وطلبت من الست انها تبعت لها العنوان والميعاد بتاع الفرح، واللي كان في نفس اليوم بس كانت الساعة 10 بالليل. واتصلت نورة بالفرقة بتاعتها، وبدأ ان هم يجهزوا نفسهم علشان يروحوا الفرح بتاعهم بتاع البنت دي اللي كان الساعة 10 بالليل. بتقول نورة انها كانت مترددة جدا وما كانتش عايزة تروح، وكانت حاسة ان قلبها مقبوض من ناحية الفرح ده، وكانت حاسة ان هي خايفة او حاسة ان في حاجة غريبة هتحصل، بس ما كانش ينفع انها ترجع في كلامها بعد ما ادت الست دي وعد ان هي هتيجي فرح بنتها. بتقول نورة ان هما جهزوا ووصلوا للبيت بتاع الفرح الساعة 9. بتقول ان البيت كان شكله غريب شوية وكان كبير جدا، وكانوا المعازيم كتار جدا 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 وعددهم كبير. وتقول اول ما دخلنا لقينا الزينة متعلقة ومعازيم قاعدين وكده، واستقبلهم والد العروسة ودخلهم في الأوضة اللي المفروض ان هما يجهزوا فيها علشان يطلعوا يغنوا في الوقت اللي هما متفقين عليه. ودخلوا الأوضة، وبعد شوية جت ست بتقول نورة انها كانت طويلة جدا، وكانت فرحانة جدا بالفرقة بتاعت نورة وبنورة، وفضلت تسلم عليهم وكانت مبسوطة بيهم جدا. وتقول نورة اثناء ما كانت الست دي بتسلم عليهم كانت ايديها ناشفة جدا وايديها باردة جدا، وكان شكلها غريب او ابتسامتها كانت غريبة. وبعد شوية جه بعض البنات اللي هم من المعازيم كانوا عايزين يسلموا على نورة وعلى الفرقة، وبدأوا ان هم يسلموا عليهم.
بعد شوية وهم طالعين بقى علشان يروحوا يغنوا، مسكت واحدة من الفرقة نورة وقالت لها، والبنت دي كان اسمها شمس، وقالت لنورة انت مش ملاحظة ان الناس دول شكلهم غريب؟ انا حاسه ان في حاجه غريبه هتحصل. فنورة قالت لها انا برضو حاسه ان في حاجه غريبه هتحصل، بس احنا هنغني وهناخد بعضنا وهنمشي، مفيش حاجه هتحصل اكتر من كده. قالت لها انت ملاحظتيش ان ايديهم تحسيها ناشفه كده كانها حجر، ووشهم كان ملمسه خشن واحنا بنسلم عليهم ونبوسهم؟ انا حسيت ان درجة حرارة الغرفة ارتفعت لما هم دخلوا علينا علشان يسلموا. فنورة قالت لها ان مفيش اي حاجة من اللي هي بتقولها دي، وان هم مجرد ان هم هيغنوا وهيخلصوا اللي هم هيعملوه هياخدوا بعضهم وهيمشوا. وطلعوا علشان يبدأوا الحفلة. بتقول نورة لما طلعوا على القاعة اللي هيكون فيها الفرح، اللي هي في البيت او الصالة اللي عاملين فيها الفرح، بتقول ان الفرح كان كبير جدا والمعازيم كانوا كتار جدا والاكل كان كتير جدا وفرحتهم كانت مبالغة، وكل حاجة موجودة في الفرح ده تحس ان هي مبالغ فيها. الاكل كأن وليمة كبيرة قوي معمولة، ودي حاجة تدل على ان اصحاب البيت دول اغنياء جدا. بتقول ان هما اول ما شافوا العريس والعروسة استغربوا جدا من طريقة لبسهم. هناك متعودين ان العريس بيكون لابس لبس معين والعروسة بتكون لابسة الفستان عادي، لكن دول كان العريس لابس لبس كأنه جاي من عصر عثماني او جاي من زمن بعيد، يعني من شكل لبسه غريب جدا. والعروسة كانت لابسة فستان اسود منقط ابيض، وفستان العروسة ده كان مليان بأحجار غالية جدا وأحجار ثمينة وألماس وذهب متطرزين في الفستان. وكان العريس والعروسة مش قاعدين على الكوشة العادية اللي المفروض بيقعدوا عليها، ولكن كانوا قاعدين ووراهم تمثال كبير جدا على شكل وش إنسان وفاتح بقه، وهم قاعدين في المكان اللي هو البق بتاع التمثال ده. ودي طبعا حاجة كانت غريبة جدا وكانوا مستغربينها قوي. وبتقول ان العريس والعروسة كانوا قاعدين باصين قدامهم ما بيتحركوش، لا العريس بيبص للعروسة ولا العكس، ولا بيبصوا لأي حد، كأنهم أصنام قاعدين في الفرح. المهم بتقول ان هم خلصوا الفقرة الاولى بتاعتهم ودخلوا اوضتهم علشان يرتاحوا فيها شوية. فبتقول ان هي طلبت حاجة تشربها وبعد كده قررت انها ترتاح شوية، بس كان من الصعب انها ترتاح في الغرفة بتاعة تغيير الملابس دي لان فيها دوشة، وخصوصا انها في الدور الاول اللي معمول فيه الفرح. فطلعت علشان تدور على مكان ترتاح فيه، ولقت ان في سلم بيوصل للدور التاني، فقررت ان هي تطلع تدور على مكان ترتاح فيه في الدور التاني، خصوصا ان الفرح كان في الدور الاول واكيد الدور التاني هيكون هادي وهتعرف ترتاح فيه شوية. وبتقول نورة انها لما طلعت الدور التاني لقيت الدور التاني كله ضلمة والتراب في كل حتة وفيه عنكبوت ووساخة في كل مكان في الدور التاني، كأن الدور التاني ده كان مهجور. يعني اللي يشوفه الدور التاني ما يصدقش ابدا ان في فرح في الدور الاول. المهم بتقول فضلت تدور على أوضة لحد ما لقت غرفة ودخلت وفتحت الباب. أول ما فتحت الباب لقت السرير في وشها، ولقت الأوضة كلها ضلمة وتراب وعنكبوت، نفس الحالة بتاعت الدور التاني. فبتقول ما اهتمتش ودخلت ونمت على السرير. وبتقول يا ريتني ما نمت، لأن أول ما نامت راحت في كابوس ده. وتقول أول ما دخلت الأوضة لقت السرير في وشها والأوضة كلها كانت ضلمة. فبتقول على الرغم من ان الأوضة كان شكلها يخوف، لكن هي كانت تعبانة ومحتاجة ترتاح، فدخلت ونامت على السرير. وبتقول يا ريتني ما نمت. ليه؟ لانها اول ما نامت راحت في كابوس، والكابوس ده كان عبارة عن ان في ست شكلها مرعب جدا لابسة فستان اسود وبتجري وراها، وطول ما هي بتجري وراها وبتقول كلام وبتصرخ وكلام مش مفهوم. فبتقول صحيت من النوم وانا عمالة اخد نفسي بصعوبة وعمالة ادور على الباب بتاع الأوضة، وفي الآخر لقت باب الأوضة وعمالة تفتح فيه ومهوش راضي يفتح أبدا. المهم فضلت تحاول مرة واتنين وتلاتة لحد ما باب الأوضة اتفتح معاها. وأول ما فتحت الباب لقت في وشها الست اللي كانت معاها في الكابوس. فبتقول إنها فضلت تدعك في عينيها وتغمض في عينيها علشان تتأكد هل اللي فيه ده حلم ولا حقيقة.
بتقول ان خلاص بعد ما فتحت عينيها لقت ان الست دي مش موجودة. فبتقول فضلت اجري علشان احس ان انا اشوف انا في حلم ولا لا. المهم بتقول اثناء ما هي كانت بتدور هي فين، لقت قدامها طفل بيجري من احد الاوض، طالع من اوضة وعمال يجري. بتقول ان هي جريت وراه ولقيته واقف مرة واحدة وبيبص عليها، وراح جاي طالع للدور التالت. وبتقول مش عارفة ايه اللي خلاني اطلع للدور التالت وراه. المهم ان انا طلعت ولقيت ان الدور التالت مرعب اكتر من الدور التاني، وتقريبا كده صحاب البيت مش عايشين غير في الدور الاول، لان الدور التاني كانت الأوضة لأن الدور التاني كان مهجور وكله تراب وعنكبوت وحشرات، والدور التالت كان متكسر والحيطان كلها الدهان بتاعها اسود وشكلها غريب جدا. فبتقول انا حسيت ان هما مش عايشين غير في الدور الاول. بتقول اثناء ما هي كانت في الدور التالت كانت سامعة بصوت بيهمس في ودنها باسمها، بس كان الصوت ده مرعب جدا. فبتقول ان الطفل فضل يجري وهي ماشية وراه لحد ما دخل عند أوضة، فهي فضلت ان هي تمشي بالراحة لحد ما وصلت عند باب الأوضة دي، وحاولت ان هي تفتح الباب اكتر من مرة بس ما كانش بيرضى يفتح، وفضلت تخبط على الباب مفيش اي حد بيرد عليها. المهم بتقول انها لفت نفسها علشان ترجع تاني، لقت ان في حاجة ماسكة رجليها من تحت جامد تقلبها على وشها وعمالة تجر فيها وتسحل فيها، وسمعت الصوت اللي كان بيهمس في ودنها مرة تانية. وأثناء ما هي كانت بتحاول إنها تخلص نفسها من الشيء اللي ماسكها دي، كانت عمالة تسمع صوت حد عمال يقولها غني غني يا نورة، لكن هي كانت مرعوبة جدا. فقالت انا خايفة هغني ازاي؟ رد عليها وقال لها غني ما تخافيش، محدش فينا هيموت ناقص عمر. ولما سألت انت مين قال لها انا صديق وفي، غني يا نورة وما تخافيش. بتقول ان هي خلاص قدرت تخلص نفسها وطلعت تجري ونزلت على الدور الاول تاني، ونزلت تجري على الطابق الأول اللي فيه غرفة تبديل الملابس. وأول ما دخلت لقت كل الفرقة ملفوفة حوالين البنت اللي اسمها شمس، وهي عمالة تعيط وبتصرخ بشكل هستيري. فلما سألتها قالت لها ايه اللي حصل، قالت لها ان الناس المعازيم اللي في الفرح كانوا بيسألوا عنك، وبعد كده واحد قال لي ان انتي كنت طالعة للدور التاني، فطلعت وراكي علشان اخليكي تنزلي وتبدأي تغني. المهم ان انا لما طلعت للدور التاني لقيت شكل وجوه شكلها غريب واطياف على وجوه شكلها مرعب، وكنت خايفة جدا. وبعد كده سمعت صوت زي صوتك، فجريت على الأوضة وفتحتها قلت يمكن تكوني جوه، ولكن لما ملقتكيش قفلت الباب وطلعت. وأول ما طلعت لقيت شخص واقف في نهاية الممر، وكان الشخص ده كبير جدا وضخم وكان شكله مرعب جدا. وتقول شمس انها كان نفسها انها تهرب من الشخص المرعب ده، ولكن كان في شيء غير مرئي بيزقها وبيدفعها تجاه الشخص ده لحد ما وصلت وكانت قريبة منه جدا، وكان شكله مرعب ووشه مخيف جدا. فما كانش عليها غير انها قالت انا هغمض عينيا يمكن الشخص ده يختفي. لما غمض عينيا غمضت عينيها وفتحت، وهنا كانت الصدمة، وش الشخص ده كان مقرب منها جدا، وبتقول كان شكله مرعب وريحة فمه كانت كريهة جدا. بتقول في الوقت ده كان نفسي الأرض تتشق وتبلعني، لحد ما فجأة ضربني بالقلم. وفي الوقت ده حسيت ان خلاص الشيء اللي كان ماسكني وبيدفعني تجاهه اختفى، وان انا بقيت حرة. وفضلت اجري لحد ما قابلني شخص قال لي انت ايه اللي مطلعك هنا؟ مش احنا قلنا ان انتوا اوضتكم بتاعه تغيير تحت، يبقى مالكوش ان انتوا تطلعوا فوق. وفضل يزعق فيا لحد ما وصلت للاوضه بتاعه تبديل الملابس. وفضلت شمس تقول لنورة ان هما لازم يمشوا من هنا. فنورة قالت لها اهدي، انا شفت اللي انت شفتيه واكتر، بس احنا مش علينا غير اننا نخلص شغلنا علشان يسيبونا نمشي، يا اما هيكتشفوا اللي احنا اكتشفناه وان احنا عرفنا حقيقتهم وبكده هيقضوا علينا. فلازم ان احنا نتصرف وكأن مفيش اي حاجة، ونطلع دلوقتي ونكمل الفقرة بتاعتنا علشان يسيبونا نمشي. فبتقول نورة انهم لبسوا هدومهم وطلعوا علشان يكملوا الفقرة بتاعتهم.
وبتقول أول ما الساعة جت 12 الناس بدأ عددها يزيد بشكل غريب، وكانوا مندمجين جدا وكانوا بيغنوا معاها، وكان صوت غناهم مغطي على صوتها هي والفرقة، وإن الستات اللي كانوا في الفرح كانوا شغالين يرقصوا بشكل مرعب وغريب. وهنا كانت نورة متأكدة إن في حاجة غريبة وفي حاجة بشعة هتحصل. وبتقول فجأة بدأت هدومهم وهم بيرقصوا تترفع، وهنا شافوا حاجة عمرهم ما كانوا يتخيلوا إنهم هيشوفوها. شافوا ان رجول الستات دي هي عبارة عن رجول حيوانات، رجل شبه رجل البقرة والمعزة، وبتقول ان كانت كلها شعر، ورجلهم كان شكلها مرعب ومقرفة، وكان فيها حوافر زي حوافر الحمير والخرفان. بتقول ان في الوقت ده صدمت جدا هي والفرقة بتاعتها. وبتقول نورة ان اصواتهم هم كفرقة بدأت تقل، وحتى فيهم ناس بدأت تتلخبط في الاغنية لانهم كانوا مرعوبين جدا. وفجأة وقعت شمس على الارض واغمى عليها، فخدتها نورة وودتها عند اوضة تبديل الملابس. فضلت شمس ترتعش وتقول لها والنبي خلينا نمشي من البيت ده، احنا وسط مجموعة كبيرة جدا من الجن والعفاريت. فنورة قالت لها انا عارفة ان دول جن وعفاريت، وان احنا دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا، بس الحل الوحيد اننا نطلع من المكان ده هو اننا نخلص الغنى بتاعنا والفقرة بتاعتنا، وبعد كده نمشي وهم مش واخدين بالهم. قالت لها ان خلاص وقت الفجر ما بقاش عليه كتير، وان خلاص الفجر قرب يأذن، وساعتها هنقدر ان احنا نطلع من البيت ده، ما ينفعش ان احنا نبطل غنى علشان ما يلاحظوش اي حاجة. وخدتها وطلعوا علشان يكملوا فقرتهم. وبتكمل كلامها وبتقول انها لما طلعوا علشان يكملوا فقرتهم ما كانوش قادرين فعلا انهم يغنوا، وفجأة كل المعازيم بقوا في حالة هستيرية وبقوا يرقصوا بشكل مرعب جدا، لدرجة ان في ست من اللي كانوا بيرقصوا شدت خصلة من شعرها ورمتها على الارض. في الاول فكروا ان دي شعر مستعار، لكن ادركوا ان الخصلة اللي شالتها من شعرها دي شعر حقيقي، لان الخصلة دي كان عليها دم واقع من شعر الست دي لما شالت الخصلة. وبتقول فجأة بعض المعازيم بدأوا يجيبوا آلات موسيقية غريبة جدا شبه كف الإيد، وكان مكتوب عليها طلاسم غريبة جدا، وفجأة كلهم بقوا يقولوا طلسم واحد وقعدوا يرددوه. وأنا مش فاهمة ايه الطلسم ده، ولا حد من الفرقة فاهم هما بيقولوا ايه. بتقول بدأ أعدادهم تزيد وأشكالهم من أول ما بدأوا يقولوا الطلاسم دي وهي بتتغير لأشكال مرعبة جدا. وفجأة أذن الفجر، وهنا كلهم اتجمدوا في مكانهم وبدأوا يبصوا علينا بشكل مرعب خالص. وفجأة النور قطع، وده شيء ما كناش متوقعينه، وما حسيناش بنفسنا غير واحنا بناخد بعضنا وبنجري بره البيت ده. وأثناء وهم كانوا بيهربوا من البيت بصوا وراهم علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وهنا كانت أكبر صدمة إن البيت اللي كانوا داخلينه هو مليان زينة ومليان ناس، بصوا وهم بيمشوا ملقوش أي مظهر من مظاهر الاحتفال. بالعكس، لقوا إن البيت اللي كانوا موجودين فيه هو عبارة عن بيت مهجور بقاله سنين كتيرة جدا، ومفيش أي إضاءة، حتى العربيات اللي كانت قدام البيت ده وهم داخلينه مفيش ليها أي أثر. قابلوا راجل عجوز وهم ماشيين وسألوه البيت ده بتاع مين؟ قال لهم ان البيت ده مهجور بقاله سنين كتيرة جدا ومسكون بقاله سنين كتيرة جدا. ناس كانوا قريبين من الفنانة نورة اكدوا على حقيقة القصة دي، وناس تانية برضو قريبين منها قالوا ان القصة دي ملهاش اي علاقة بالفنانة نورة ولا ليها اي صلة بيها. ولكن المهم ان احنا نكون استمتعنا بالفيديو، ومع السلامة.